كلنا حوالينا ناس كاريزما. النهارده هنتكلم عن ازاي تبقى شخص عندك كاريزما عالية وعندك حضور طاغي. هنقسم الفيديو ل3 حاجات. واحد، ازاي تبقى شخص عندك كاريزما قوية. اول حاجة لازم تكون عندك حضور قوي. حضور مش قصدي المعنى الفعلي ان انت حاضر يعني، لكن وانت داخل الدخلة القوية كده، داخل اي ايفنت، اي مكان، شغل، مدرسة، جامعة، ايا كان انت فين، لازم يبقى ليك حضور. حضور ده يعني متفاعل، بتسمع الناس، تتجاوب معاهم، قادر انك تدخل في حوار، قادر ان انت تقول ايه هي وجهات نظرك وتحترم كل وجهات النظر التانية. لازم كمان تكون شخص شغوف، شخص ملهم. يعني ايه شغوف؟ يعني انا حاسس الحاجة اللي بعملها بحبها، وحتى لو مش بحبها فانا بحاول احبها، بلاقي حاجة فيها تتحب. ما هو اكيد اي حاجة فيها حاجة تتحب، فانت بتحاول انك تدور ده وتتحمس له وتبين الحماس ده. طبعا مش هتبقى اوفر، بس لازم طول الوقت ابقى حاسه الحماس في عينيك. عارفين العين اللي بتلمع كده من حب الشغل؟ هو ده الشخص الكاريزما. لو ركزت 3 ثواني بس دلوقتي واستحضرت الشخص الكاريزما في حياتك، هتلاقي ان هو اكيد دمه خفيف، ومش شرط دمه خفيف يعني طول الوقت بيهرج، بس هتلاقي ان هو مبتسم، متفائل، عنده طاقه ايجابيه. عمرك ما هتلاقي شخص كاريزما طول الوقت مكشر وشايل الهم ومشايله لنا. لا، احنا مش ناقصين اساسا، كل واحد فيه اللي مكفيه. فهتلاقي ان هو شخص متفائل ملهم. احنا قلنا ان هو لازم يكون ملهم، فهو هيلهمك بايه؟ لازم كمان الشخص الكاريزما يكون واثق في نفسه. الثقة بالنفس مش الغرور، واثق في نفسه لان هو اصلا شخص بيحلل كل حاجة وبيركز في كل حاجة وعنده حاجة فعلا. ما ينفعش يبقى شخص تافه وسطحي يبقى كاريزما، لا، ده شخص دارس وواعي ومذاكر وبيشتغل وبينجح. فكل الحاجات دي بتخليه واثق في نفسه جدا. وكلنا على فكرة بنحب الناس اللي واثقة في نفسها. احنا قلنا ان الشخص الكاريزما عنده افكار. عنده افكار دي لازم يكون متوافق معاها مع افعاله. يعني ما يبقاش شخص مدعي وطول الوقت بيقول لنا حاجات وهو بيتكلم، ولما يجي ينفذ نلاقيه بيعمل حاجه مختلفه. لا، هو شخص منسجم. افعاله بتترجم اقواله. اول حاجه في صفات الشخص الكاريزما ان هو بيعرف يضبط نفسه كويس جدا. يعني ايه؟ يعني شخص غير انفعالي، مش عصبي، ما تقدرش تقرا ايه اللي ورا اللي هو بيقوله بسهوله. هو عارف يضبط نفسه كويس جدا، لان كلنا عندنا نقاط ضعف. اكيد انا مش عايز كل الناس تعرف ايه هي نقاط ضعفي. فامتى هعمل ده؟ لو انا ما ببينش اي انفعال، مش شخص فلات، لكن عارف اضبط اللي جوايا واسيبه جوايا. ناس معينين بقى هم اللي هنتكلم معاهم على اللي جوانا. احنا قلنا ان هو شخص ملهم. علشان تلهم الناس لازم تساعدهم، لازم تحس بيهم، لازم تفهم هما بيفكروا ازاي وتحاول ان انت تنجحهم وتطورهم. الشخص الكاريزما او الشخص الناجح بين قوسين يعني هو الشخص اللي بيقدر ينجح كل اللي حواليه، بيشد ايديهم وعايزهم ينجحوا وعايز يحيط نفسه باشخاص ناجحه وسعيده. الشخص الكاريزما كمان هو شخص شجاع. كلنا لو اتحطينا في موقف خطر، عندنا حاجة معينة عايزين نعملها، اكيد هيبقى جوانا شوية شجاعة نستحضرها. لكن هو شخص شجاع بالفطرة. كل يوم الصبح بيصحى من النوم عارف ان هو شجاع. لو قابله اي حاجة، عمل اي حاجة في الطريق، حاجة في شغله، اي مصيبة او كارثة ممكن تحصل لنا كلنا، هو بيعرف يتعامل معاها من غير ما يقف عندها. وعشان الشخص ده يقدر ان هو يساعد الناس ويشد بايديهم، لازم يكون هو اصلا متحقق. لازم يكون شخص كفء، لازم يكون شخص بيشتغل على نفسه، قادر ان هو ينجح نفسه ويطور نفسه عشان يعرف يساعد الناس. ومهم قوي كمان ان الشخص الكاريزما ده او الشخص الناجح، او هو اصلا اي شخص لازم يكون كده، ان هو يكون شخص نزيه. يعني ايه شخص نزيه؟ يعني شخص بيرجع في الاخر للاصول، للحلال والحرام، للعرف بيقول ايه، طول الوقت في مرجعيه ليه، مش منه لنفسه كده وطايح في الدنيا. اي شخص بيتمتع بالمواصفات دي حواليك هتلاقي ان هو عنده هدف، وهدف مش هدف لحظي. يعني مش اللي هو انا عايز الترقيه الجايه، انا عايز اجيب اخر الشهر موبايل مش عارفه ايه، او اغير عربيتي. لا، دي كلها اهداف طول الوقت بتتحرك، وممكن اول ما اوصل لها خلاص انام في الخط. لكن هو طول الوقت عنده هدف سامي. انا عايز انجح، انا عايز اشغل ناس كتير، انا عايز انجح ناس كتير، انا عايز الهم ناس كتير. عنده حاجه قويه جدا هي الدينامو اللي بيحركه. 3، مهارات الالقاء وتوصيل المعلومه. بصي، كل اللي انت قلتيه ده حلو جدا وفيا والله العظيم، بس انا مش عارفه اوصله للناس. لا، انت كده عندك مشكله كبيره. انا مهم قوي ان انا اكون حاسس الحاجات دي وشايفها وعايزه اوصل لها وشغاله عليها، بس كمان اوصلها للناس. هتوصلها ازاي؟ مش بشهاده هي، لا، هي بحوار وبمهارات هنقولها دلوقتي. علشان توصل المعلومات دي للناس لازم الاول تحترمهم. يعني ما يبقاش عندك غرور انه انا فيا كذا وكذا وكذا وكل اللي احنا رصيناه ده فانا كده احسن واحد في الدنيا. لا، انت بتحترم الاخر، بتعرف تشوف
وجهة نظره اللي ممكن جدا ما تكونش مقتنع بيها ولا متأثر بيها، بس انت محترمها وفاهم الدوافع اللي وراها وقادر ان انت تحتويها وتعرض بقى وجهة نظرك. بعد كده لازم تكون بتسمع الناس، ما انا عشان اعرف الحاجات دي لازم اكون بستمع ليهم فعلا، مش انا عماله ارص الكلام وخلاص. لازم كمان ان انا اكون بحترم نفسي وقادر ان انا افرض احترام نفسي على الناس واكون صادق مع الناس. ما ينفعش ان انا ابقى بكذب عليهم طول الوقت، لا انا صادق معاهم وامين في نقل المعلومه وفي نقل حتى وجهه نظري، ومش قصدي بيها ابدا ان انا اغشهم ولا اضللهم. نقدر نقول اخيرا ان الشخص الكاريزما ده شخص طول الوقت بتتولد بينه وبين الناس ألفة. يعني شوف كده في حياتك كام واحد اول ما قعدت معاه حكيت له قصه حياتك كلها، انت حكيت له ده عشان انت وثقت فيه، عشان حسيت ان هو قريب منك، حسيت ان انت هتستفيد منه حاجه او ان هو هينصحك نصيحه كويسه او وجهه نظره سديده.